بحال ما كنديرش الفرق ما كيبقاوش. كتبدا القصه ديالنا قبل 7 شهور. غادي يطبقوا واحد الخطه ديال شحن الموارد، وهادشي في اسبانيا وفي الدول القريبه ليها، وهادشي حيتاش كان العدد ديال المواطنين كبير بزاف وما كانوش قادرين يوكلوهم ولا يشربوهم. في الاول قتلوا كاع الناس اللي كبارين في السن، ومن بعد قتلوا النساء الحوامل، وهنا الناس بداو كيضطروا باش يخويو البلاد، وبطبيعه الحال ما كانش عندهم شي حل اخر من غير انهم يهاجروا بطرق غير شرعيه، وكانوا تيدفعوا اللي قبالتهم اللي موراهم غير باش يهربوا، وكانوا كلهم كيقصدوا ايرلندا. وهادشي حيتاش كانت الدوله الوحيده اللي معارضه هذا القانون. هذه البطله ديال الفيلم وسميتها ميا، اما هذا راجلها وسميتو نيكو. المهم غادي يركبوا ديك الحاويه اللي غادي يسافروا فيها، وراجلها غادي يطمنها باللي كلشي غادي يكون مزيان، وغادي يجبد ليها واحد سنيكرز كان مخبيه، وقال ليها بلي غادي ياكلوهم اللي غادي يوصلوا وغادي يحتفلوا به. من بعد شويه غادي يشوفوا واحد فيهم كيتقب ديك الحاويه باش يطلع على برا، وهادشي حيتاش كانوا تيسمعوا بزاف ديال الاصوات الغريبه. واحد شويه الكاميو غادي يوقف، ونيكو غادي يهضر مع مراته وقال ليها بلي غادي تولد ليه بنيته وبلي غادي يسميها نيوا. انا ميا غادي تسكت شويه وغادي تشوف واحد البنت صغيره كانت راكبه معاهم، وغادي تفكر بنتها الاولى. قالت له واش كتظن باللي نوا غادي تكون عايشه؟ قال ليها محال. قالت له لين فريد تكون عايشه وحنا سمحنا فيها وخليناها وحيده. نيك غادي يهضر معاها وقال ليها بلي راها 100% ماتت، وبلي الغلطه ماشي الغلطه ديالها، وغادي نعرفوا بلي كانت عندهم واحد البنت من قبل سميتها ماو، ولكن قتلوها الجنود ديال الدوله. وعلى غفله غادي يسمعوا الصوت ديال الدقان في الحاويه. نيك غادي يقرب الباب باش يعرف شنو واقع، حتى غادي تفتح الباب وغادي يدخلوا بزاف ديال الناس لداك الحاويه. مراته غادي تطيح وكلشي غادي يتخلط، والعصابه اللي كانت محرقاهم غادي يبداو كيضربوا السلاح في السماء وبداو كيغوتوا عليهم، وقالوا لهم بلي غادي يجي واحد الكاميو واحد اخر، وطلبوا من الناس اللي دخلوا دابا باش يهبطوا ويتسناو الكاميو، وحيتاش تخلطوا الناس غادي يسحب لهم باللي نيكو حتى هو يلاه دخل. عيا ما يشرح لهم بلي هو كان من قبل هو ومراته لداخل، ولكن ما تيقوش وضربوه بالسلاح وخرجوه لبرا، وهنا غادي يتفارقوا. وفي الوقيته اللي كانت مراته باغا تلحق به غادي يسدوا الباب ديال الحاويه. هنا ميا غادي تطلع عليه من واحد الثقبه وعرفات بلي داك الحاويه اللي راكب فيها الرقم ديالها 107. غادي تاخذ التليفون واتصلت به وقال لها ما تخافش وبلي غادي يتلاقاو ملي يوصلوا للسفينه. المهم من بعد شويه غادي يوصلوا لواحد المنطقه، وكانت داك المنطقه خطيره بزاف وفيها الحرب، وكانوا شادين الناس اللي غادي يقتلوهم وغادي يعذبوهم واخدين حتى الاطفال ديالهم، وكانوا بزاف ديال المظاهرات والجنود كيقتلوهم بالقرطاس، وكانت الدنيا حالتها حاله. شويه غادي ديماري الكاميو وغادي يوصلوا لواحد النقطه ديال التفتيش، وانا الضابط غادي يطلب من الشيفور باش يخليه يفتح الحاويه ويشوف شنو فيها. فهاد اللحظه الناس اللي لداخل كانوا كيسمعوا الحوار اللي كاين على برا، وكلهم غادي يحاولوا باش يسكتوا ما يطلعوش النفس ديالهم باش ما يسمعوهمش، ولكن لسوء الحظ الضابط كان مصر باش يدخل الحاويه ويفتشها. هنا ميا غادي تشوف من الفتحه الحاويه ديال نيكو حتى هي وصلات. الضابط في هاد اللحظه غادي يفتح الحاويه ديالهم، ولكن غادي يلقاها خاويه وغادي يلقى فيها غير واحد الصنادق. هنا طلع وبدا كيقلب وكيحسب المسافه ديال داك الحاويه بالخطاوي ديال رجليه، وغادي يكون متاكد باللي كاين شي ناس مخبيين. غادي ينزل وغادي يدخل واحد هاز السلاح وقال له يضرب بالقرطاس في اخر بلاصه، وفاش ضرب بالقرطاس غادي يلاحظ باللي القرطاسه ما كانتش في اخر بلاصه في الكاميو، وغادي يعرف باللي كاين شي ناس مخبيين. غادي يدخل عندهم وامرهم باش يخرجوا باللي ما غاديش يأذيهم، ولكن ميا خافت، وهادشي حيتاش راجلها كان ديجا موصيها من قبل باش ما تثق حتى شي واحد، وغادي تطلع فوق واحد الصنادق وغادي تخبى. في هاد اللحظه واحد البنت غادي تفتح ديك البلاصه فين كانوا مخبيين، وغير شاف هاد الضابط غادي يقتلها وغادي امر الرجال ديالو باش يقتلوا الناس كاملين وغادي يصفيوها لهم واحد بواحد. وميا غادي تكون جالسه الفوق وساده فمها وكتسمع القرطاس في كل بلاصه، وكان داك المشهد مؤثر بزاف. ومن بعد ما نزلوا غادي تهز التليفون ديالها وصيفطات واحد الفوكال راجلها وقالت له باش يتخبى في اسرع وقت حيتاش الجنود قتلوا الناس كاملين وما خلاو حتى شي واحد عايش. وغادي تحس بفقدان الامل وبدات كتبكي. واحد شويه حساس بداك الكونتونير فين مخبيه كتحرك، وهنا غادي تعرف بلي اخيرا وصلت للسفينه اللي غادي تحركها. غادي تتصل بنيكو باش تطمن عليه، ولكن غادي تكتشف بلي التليفون ديالو طافي. ومن هاد اللحظه غادي تبدا اصعب اوقات حياتها. في الاول فتحات داك الشانطات ديال الناس اللي ماتوا ولقات بزاف ديال الحوايج اللي غادي يقدروا ينفعوها، وفاش جا الليل غادي تحس براسها كتزعزع، وغادي تكون واحد العاصفه كبيره وسط البحر وما كانوش متبسين داك الحاويات وسط السفينه، وبدات كتزدح من جهه لجهه. وهنا غادي تشوف الناس كاملين هاربين وكيغوتوا، وبدات كتدق وكتعيط لهم باش يعتقوها، ولكن لسوء الحظ حتى شي واحد ما سمعها. وحيتاش العاصفه كانت قويه بزاف غادي يطيحوا بزاف ديال الحاويات في البحر، ومن ضمن داك الحاويات كانت الحاويه اللي وسط منها هي، وغادي تطيح على راسها وغادي تفقد الوعي. وفاش فاقت غادي تحقق اسوأ الكوابيس ديال حياتها، غادي تلقى راسها واحله وسط داك الحاويه وكانت عامره بالماء وكانت محاصره وسط البحر. انا جبدت التليفون باش تهضر مع راجلها نيكو، ولكن غادي تلقى التليفون طايح والكرو ديالو كلها مارسه. انا جبدت واحد التليفون من واحد الشنطه كانت حداها، ولكن ما كانش عارفه الباسورد وما بغاش يخدم ليها. انا مشات كتفتح
داك الصنادق اللي كانوا في الحاويه، وغادي تلقى واحد فيه بزاف ديال العلب بلاستيكيه وواحد فيه بزاف ديال الحوايج. هزات ميكا من تما وخدات داك الحوايج ولبساتهم. اما الصندوق الثالث غادي تلقى فيه بزاف ديال التلافز، وبدات كتجمع كاع داك الحوايج اللي غادي ينفعوها، وخدات واحد سكوتش كبير وبدات كتحاول تسد بيه داك التقابي باش ما يبقاش كيتسرب الماء لداخل. ومن بعد شويه غادي تسمع الغوات على برا طلات، وغادي تشوف الحاويه ديال 107 اللي راكب فيها راجلها كتغرق وسط البحر والناس كيغوتوا. بالزربه خدات الكارت سيم ديالها من التليفون ودارتها في التليفون الاخر باش تتصل براجلها نيكو، ولكن لسوء الحظ راجلها ما كانش تيجاوب. وغادي تنهار وبدات كتبكي ملي شافت الحاويه كتغرق كليا، وبدات كتصل براجلها نيكو حتى غادي تشوف بلي التليفون ديالو طفى تماما. وهنا غادي تفقد الامل وعرفات بلي راجلها مات. قررت باش تنتحر حتى هي وتخلط عليه، ولكن في هاد الوقيته غادي تحس بشي حاجه كتحرك في كرشها، وكانت هذه مده ما حسات بتا شي حاجه في كرشها، وفهمات بلي هذه اشاره باش ما تنتحرش. من بعد شويه غادي تسمع واحد الصوت على برا، وغادي تلقى الماء كيزيد السمك ديالو وسط الحاويه، وكان صافي كتغرق وكتموت. ولكن على غفله غادي تفيق وغادي تلقى راسها بلي كانت غير كتحلم. ناضت مخلوعه وغادي تشوف بلي داك التقابل اللي سداتهم بسكوتش كلهم تحلوا والماء مازال كيتسرب. هنا غادي تجيها واحد الفكره عبقريه، خدات داك الشد اللي كان داير بالعلب البلاستيكيه وقطعاتهم وبدات كتحاول تسد بهم داك التقابي باش ما يتسربش الماء لداخل. وخدات واحد السيو ديال المطوي كان في واحد العلبه ودارته على برا، وبدات كتحاول تخوي الماء وتخرجوا على برا، وبدات كتلصق السكوتش وكتكتب فيه النهار الاول والنهار الثاني والنهار الثالث. اما الطرف الاخير كتبات فيه الحد الاقصى، وهذا الشيء باش تنتبه للمستوى ديال المياه اللي كاين في الحاويه. من بعد شويه غادي تكتشف بلي التليفون ديالها كيصوني، ولكن داك النمره ما كتعرفهاش. جاوبت بالزربه وما غاديش تيق راسها ملي سمعت الصوت ديال راجلها نيكو، وغادي يفرحها وقال لها بلي راه مازال عايش وبلي التليفون ديالو طفى ليه غير من لاصارش، وقال لها بلي الشيفور ضحك عليهم وما وصلهمش للسفينه اللي غادي تحركهم، وبلي هو مازال واحد في المدينه، وبلي غادي يطلب واحد شويه ديال الوقت باش يوصل ليها. انا قالت له غير صبر نشرح ليك، هي راها مازال ما وصلاتش، وعاودت له كل شيء وقالت له بلي هي واحله وسط واحد الحاويه وسط البحر. انا نيكو غادي يخاف عليها، ولكن حاول باش يطمنها وقال لها باش تبقى قويه، وقال لها بلي غادي يدير اللي في جهده باش يتصرف ويعتقها. وفي الوقيته اللي قطعت التليفون غادي تحس بالحريق في كرشها، بدات كتحاول تصبر راسها ولكن بالليل غادي يجهد عليها الحريق. ولسوء الحظ ديالها غادي تكون واحد العاصفه قويه وسط البحر عاوتاني، دخلت لواحد الصندوق ديال الخشب باش تحاول تولد. في هاد الوقيته غادي يتصل بها نيكو، وفاش بغات تجاوبو لسوء الحظ غادي يطيح ليها التليفون في الماء وغادي يخسر. وحيتاش المشاكل ما كتجيش بوحدها غادي تلقى حتى داك الجلد اللي كانت شاده به التقابي كلهم تحلوا والماء غير ما تيزيد يتدفق عليها. وهنا غادي تضطر تنزل وهي كتموت بالحريق باش تسد داك التقابي، وعلى غفله غادي تلقى راسها ولدات. ولكن البنت ما كانتش كتبكي وكانت ساكته. انا الام ديالها غادي تخاف عليها وبدات كتحاول تضربها لظهرها باش تبكي، واخيرا غادي تبكي وغادي تكتشف بلي هي مازال حيه. خداتها وجلسات هي وياها في واحد الصندوق، والبنت كانت غير كتبكي وما كانش عارفه كيفاش تردعها. غادي دوز الايام وغادي توصل النهار الثالث، وغادي تكون البنت ديالها مازال كتبكي وما بغاتش تسكت. انا غادي تاخذ واحد الطرف ديال الثوب وحاولت تستعملوا ليها في عوض ليكوش، وكانت كتحاول معاها بكاع الطرق باش تخليها تردع، ولكن لسوء الحظ ما كانش عندها الحليب حيتاش ما كانش كتاكل مزيان. واحد شويه غادي تلاحظ واحد الشنيور محطوط حداها، وغادي تجيها واحد الفكره عبقريه، وقررت باش دير بزاف ديال التقابي في السقف ودير واحد الفتحه كبيره باش تخرج. بدات في الخدمه ولكن بنتها كانت مازال كتبكي وكانت مبرزطاها بزاف. مية تعصبات بزاف وما بقاش عارفه شنو دير، وبدات كتغوت على بنتها وقالت لها اما خاصك ترضعي او لا غادي تموتي. ولكن بالزربه غادي تنادم معها الحال وبدات كتبكي، وقالت لبنتها بلي هي ما عندها حتى شي ذنب في هذا الشيء، وتهدنات وعنقاتها وبدات كتطلب منها السماحه. لا غد لي اخيرا غادي ينزل منها الحليب، وخدات بنتها بالزربه وبدات كتردعها. ومية غادي تجبد اخر حاجه كانت عندها اللي غادي تاكل، وبدات كتاكل بسرعه. لا غد ليه غادي تنوض وغادي تبدا كتكمل الخدمه ديالها، ولكن مع اخر وقيته غادي يخسر ليها الشنيور وما بقاش عارفه كيفاش دير تقب مره اخرى، وغادي تطيح وغادي تفقد الامل وكانت حاسه بالياس. من بعد غادي تهز الكارت سيم من التليفون اللي كان فاسك ورجعته للتليفون ديالها اللي كان مهرس، ولحسن الحظ غادي يشعل، ولكن لسوء الحظ ليكرو كانت مازال ما خداماش. وغادي تنهار وغادي تبدا كتضرب كلشي اللي حداها، وهي كترمي داك العلب البلاستيكيه غادي تلاحظ واحد الموس بحال الشكل ديال شي منشار صغير. غادي يرجع ليها الامل عاوتاني، وبدات كتحاول تكمل داك السقف اللي بدات كتحفرو باش تخرج. واحد الوقيته بنتها بدات كتبكي وبغات تعرف بلي الحراره ديالها مرتفعه بزاف، هزات واحد الفوطه وبدات كتفزقها بالماء ديال البحر وكتحاول تبردها. وبليل غادي يجيها الجوع بزاف وما لقات ما تاكل، وغادي تاكل اي حاجه باش توفر الحليب باش تردع بنتها. في هذه اللحظه غادي تسمع الصوت ديال شي حاجه كبيره كتدفع بهم داك الحاويه، وفاش طلات غادي تلقى الحوت الكبير وكان كيدفع داك الحاويه وخافت لي يقلبهم ويغرقوا. وهنا هزات واحد الخشبه وبدات كتضرب باش دير واحد الصوت عالي باش يخاف الحوت ويهرب، وداك الشيء اللي كان الخطه نجحات والحوت مشى بحاله. وغادي دوز 6 ايام على
المعاناة ديالها. وفي الوقيته اللي كانت كتحاول تفتح السقف غادي تهرس داك الموس في اخر لحظه، غادي تعصب بزاف وبدات كتفقد الامل، وحتى الماء اللي كانت كتشرب سالته كامل وما بقاش ليها قطره وحده، والبنت ديالها كانت كتبكي وفيها الجوع. وهنا غادي تبدا كتحس بالهلوسه، وغادي تشوف بنتها اللي ماتت جايه عندها وكتأنبها وكتلومها حيتاش خلاوها في المدينه وهربوا بحالهم. ومية غادي تبدا كتبكي وكتعتذر ليها. في هاد الوقيته غادي يجي راجلها نيكو وقال لها بلي الذنب ماشي ذنبها. واحد شويه غادي تفيق من داك الهلوسه وغادي تلقى القطاري ديال الماء كيطيحوا عليها، وغادي تكتشف بلي الشتا كطيح. فرحات ومشات بالزربه جابت العلب البلاستيكيه باش تعمر الماء، ومن بعد غادي تاخذ واحد الكورده من داك الصندوق اللي حداها وربطاتو على داك الفتحه وبدات كتحاول تجر لعندها باش تفتح. واخيرا غادي تجر داك الكورده وفتحات داك الفتحه، وخدات بنتها وطلعت تشمش الفوق وغادي تبدل ليها داك الحوايج اللي داتهم في عاوت ليكوش وغادي ترميهم وسط البحر. فهاد اللحظه غادي تلاحظ بزاف ديال الحوت كيتجمعوا على داك الشطيطه. حاولت تصيد الحوت باش تاكل ولكن ما كانتش عارفه الطريقه المناسبه. فهاد اللحظه غادي تلاحظ واحد الطياره من فوق منها مباشره نزلت بالزلبه الحاويه ورسات واحد التلفازه وخدات واحد الطرف ديال ليكرو وطلعت للسطح عاوتاني. ولكن ملي كانت طالعه في الدروج غادي تجرح رجليها واحد الجرح كبير بزاف، وواخا هكاك ما سلماتش وقفات وبدات كتحاول دير الانعكاس ديال الشمس باش تلفت الانتباه ديال الطياره. ولكن لسوء الحظ المحاوله ما كانتش ناجحه. ولكن واخا هادشي كامل ما فقداتش الامل، زادت لتحت وبدات كتعقم الجرح ديالها بالماء ديال البحر، وخدات السلوكه ديال التلفازه وبدات كتخيط الجرح ديالها. اما السلوكه اللي بقاو ليها شايطين غادي تصوب بهم واحد الشبكه باش تبقى تصيد الحوت وتاكل. وفعلا الفكره نجحات وبدات كتصيد الحوت وبدات كتاكل من بعد بزاف ديال الايام اللي ما كلات فيهم حتى شي حاجه. غادي تدوز 12 يوم والوضع ما تبدل فيه حتى شي حاجه. وبالليل وهي جالسه كتفكر نزلت لتحت وجبدات تصاور وبدات كتهضر مع بنتها وكتدوز الوقت. وغادي يكتشفوا بلي هي كانت خدامه استاذه قبل ما يتغير الوضع. اما راجلها نيكو كان عنده واحد المحل تجاري، ولكن ملي تسالات السلعه ما لقاوش منين يجيبوها وغادي يضطروا باش يسدوه. وغادي تشوف تصويره ديال بنتها الاولى وبدات حزينه عليها وغادي تقول لها القصه ديالها كيفاش ماتت. قالت لها واحد النهار ملي طبق هذا القرار في البلاد تخبات هي وبنتها ماو باش ما يخرجوش من الدار، وماو من بعد مده غادي تقنط من داك الوضع وطلبت من الام ديالها باش تخليها تخرج وتلعب بالطياره على برا. الام ديالها بقات فيها حيت كانت مده طويله وهي محبوسه، وقررت باش تخليها تخرج تلعب شويه وترجع بالزربه. ولكن لسوء الحظ ما خرجات، غادي يلقاوها الجنود وغادي يشدوها وغادي يقتلوها. من بعد شويه البنت ديالها غادي تكون مريضه بزاف وجاها البرد. هنا الام ديالها قررت باش دير شي حاجه باش تدفيها. غادي تشعل العافيه في واحد الطرف ديال الثوب وداتو في واحد الطرموس ديال القهوه وبدات كتسخن راسها. ولكن النسبه ديال المياه في داك الحاويه كانت كتزيد نهار على نهار. في هذه اللحظه اخيرا نيكو غادي يتصل بها وبدات كتحاول شحال من مره باش تجاوبو بليكرو، واخيرا غادي تقدر باش تجاوبو. وغادي يطمن عليها وقال لها تسمح لي حيتاش ما غاديش يقدر يعتقها وباللي خاصها ضروري تشوف شي حل لراسها. وهادشي حيت جات فيه قرطاسه وهو كيحاول يهرب وباللي حتى هو محتاج للمساعده. وقال لها بلي كينزف بزاف وما عارفش راسو واش غادي يموت ولا غادي يبقى عايش. وغادي يعتذر ليها وقال لها بلي حاول بزاف ديال الطرق باش يعتقها. هنا غادي تقول له بلي راها ولدات وبلي البنت اللي ولدات كتشبه ليه وكتشبه بنتهم الاولى، وبلي سماتها الاسم اللي كان باغي يسميها بها في الاول. وقربات التليفون لبنتها وخلات راجلها كيهضر معاها وبدا كيسمع الصوت ديالها حتى طفى التليفون من لاصارج. وغادي تدوز 26 يوم وهي مازال في داك الوضع، وحتى شي واحد ما شافها وما قدر يعاونها حتى شي واحد. والنسبه ديال الماء في الحاويه وصلت للحد الاقصى وما كانتش قادره تنزل تعيش فيها من الداخل. وهادشي لا جبدات واحد التلفازه وربطات فيه بزاف ديال العلب ديال البلاستيك ودرت لبنتها واحد الفراش صغيور باش تبقى عايشه تما وما تحسش بالملل. واحد شويه غادي تشوف الطائر ديال النورس حداهم وعرفات بلي اخيرا قربات لشي جزيره. بالليل غادي تفكر التصويره ديال بنتها الاولى ونزلت باش تجيبها، ولكن لما كان وصل التالي ديال داك الحاويه وغادي تشوف سنيكرز اللي خلى ليها راجلها وقرات باش تجيبها واخا يكون لي كان. ولكن لسوء الحظ رجليها غادي توحل في واحد الكورده وبقات حاصله، وغادي تكون واحد العاصفه في البحر وغادي تكون بنتها في الحافه ديال الحاويه وقريبه تطيح في البحر. في هذه اللحظه داك الحاويه غادي تزعزع وغادي تطيح بنتها في الماء، وهي غادي تبدا كتحاول تقطع داك الكورده باش تطلع. ملي طلعات ما غاديش تلقى بنتها وغادي تشوف الحوت الكبير ديال البحر وهو كيدور عليها. في هذه الوقيته غادي يوصل الحوت حدا بنتها وغادي يرشها بالماء. هنا البنت بدات كتبكي وهنا الام ديالها غادي تسمع الصوت ديالها وعرفات البلاصه فين راه هي. قصات لعندها ومشات وبقات شاده في داك الصندوق اللي جالسه فيه بنتها، وغادي
وصافي بقاو الليل كامل هما حاصلين وسط البحر. في الصباح غادي ترمي داك الزبل ديال الحوت اللي كان مازال مخبياه، وهادشي باش الطيور يتجمعوا عليها وشي حد يشوفها ويجي يعتقها، ولكن ما قدراتش تكمل وغادي تفقد الوعي. فهاد الوقيته بالفعل الطيور غادي يتجمعوا على داك الحوت اللي رماتو، وغادي تكون واحد السفينه صغيره فيها الاب ومراته وبنته، وغادي يشوفوا الطيور وجاهم الفضول ومشاو يكتشفوا شنو واقع. وتما غادي يشوفوا واحد البنت صغيره بوحدها في البحر، غادي ياخذوها وغادي يلقاوها مربوطه بواحد الكورده. بقاو كيجرب داك الكورده حتى غادي تخرج فيهم 100. طلعوها بالزربه وبداو كيحاولوا يعتقوها، ولكن لسوء الحظ المحاوله كانت فاشله. ولكن داك المره كانت مصممه وما فقداتش الامل، وحاولات مره واحده اخرى حتى فاقت 100 اخيرا ولقات راسها مازال عايشه. وفاش فاقت جابوا ليها بنتها حداها، ولكن ما كانش كتفهم الهضره اللي كيهضروا بها. وهنا غادي تعرف بلي اخيرا وصلت لايرلندا.